السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وصحة وعافية يا رب. اليوم فطورنا مثل ما تشوفون مشاوي، لأن مليت من الأكل، مليت من الطبخ، مليت من كل شيء. ما بقت أكلة ما سويت لها، وانتو شفتوا بعينكم. ما بقيت فتشي ما طبخته ولا سويته، فمليت. قلت لهم ما راح أسوي لكم اليوم غير الكباب. كباب، وسويت شربة المشمش المجفف، فتشي يعني منعش، مفيد، كل شي، وسهل وبسيط. أهم شي عندي كمية من المشمش من الليل، احنا نسميها القيسي. هي المشمش المجفف. بالليل غسلته كل زين ونقعته بمي. ثاني يوم شلت المشمش، خليته بالخلاط، وخليت عليه كمية من المي وشكر، مكثرة شكر، وهيك رشة ليمون حتى يعدل الحموضة عندنا. ضربتها بالخلاط، وتشوفون القوام كل شي ثخين وطيب ومنعش ومفيد وسهل وبسيط وفتشي يعني. جربوه بهاي الطريقة، أكيد ويا الثلج ومنعش، كلش منعش وطيب. جربوه على هاي الطريقة تشوفون. بس شنو ما أحكي لكم، يعني طعمه كلش طيب. أطيب من جيبه من برا، وما أدري شنو ما نعرف شي يخلون بيه ولا ما شنو. فسويت العصير المشمش بهاي الطريقة. إن شاء الله تجربون هاي الطريقة وتحبوها، لأن كلش سهلة وطيب. بعدين رجعت قلت لازم يعني أصور لكم الفيديو مالتي والفطور، فحتى لو بسيط، حتى لو أي شيء. المهم هنا جبت عندي لحمات الكباب. احنا الكباب مالتنا ما نخلي له اي شيء، لا بصل لا كرفس لا اي شيء اكو يخلوا له، بس احنا نخلي اللحم بطعمه، بس نخلي له الملح فقط. ورجعت هنا قبل الفطور، يعني شغلنا المنقلة عندنا، وبديت أسوي الكباب أشيشه بهاي الطريقة. أني يعني معترف عليا بالتشيش الكباب نمبر 1 الحمد لله. جبت مثل قلت لكم اللحم وشيشته هنا، يعني أنا قبل لا أشيش الكباب محضرة عندي الخضروات، محضرة عندي شكو فاكهة، شكو خضرة، ما أدري شنو، عصاير، يعني أحضر كل شي حتى من نشوي قبل الكباب مالتنا يبقى حار ويصير الفطور وخلص. وشنو أحكي لكم سر، الشوربة نهيتها من الحكي بيناتنا، يعني لا تقولون لحد نهيتها من سفرتنا برمضان. احنا كل سنة هيك كم يوم نخلي الشوربات وما ادري شنو، نبقى عليها روتين، بعدين نمل عندها واشيلها نهائيا. ايش اسوي يعني؟ مليت والله العظيم، مليت كل يوم شوربات وكل يوم أكلة ما أدري شنو. يعني لازم واحد هيك يختصر آخر أيام رمضان، تدرون تنظيفات وما أدري شنو. المهم الحمد لله والشكر، هذا فطورنا كان خير ونعمة وفضل من رب العالمين. يا رب يرزقنا ويرزقكم ويرزق كل أمة محمد يا رب. إن شاء الله حبيتوا سفرتنا البسيطة المتواضعة، وحبيتوا العصير المشمش اللي سويته. سووا على هاي الطريقة، وإن شاء الله راح تندعوا لي. اخذوا فرة بحسابي إذا كنتم ما مشتركين بقناتي، سووا فرة بحسابي. وإذا عجبتكم الفيديوهات خلوا لي اشتراك، وخلوا لي لايك من ايدكم الحلوة، وتعليقات مثلكم الحلوة. أحبكم كلش هواي، ودمتم في رعاية الرحمن وحفظه، مع ألف سلامة. باي باي.